هاي عاملين ايه؟ سوري بقى انا طالعه بالكرسي وفي المستشفى في ايدي الكانولا. انا النهارده عملت نحت لبطني 3 دي، يعني عملت 6 باكس. وحقنت، كان عندي خفتين في الجناب، دكتور طارق حقنهم لي. انا طبعا زي ما انتم شايفين انا في المستشفى، كرسي العمليه، ايدي، شكلي. العمليه بسيطه جدا. نورة والستاف والتخدير معايا من الصبح، تابع معايا كل حاجه، عملوا لي تحاليل هنا في المستشفى. اتبسطت جدا، ما كنتش قلقانه. طول الليل اكلم نوره، يا نوره انا حاطه مانيكير جل، لا يا رنا هنشيل لك صابع واحد عادي. الامور بسيطه وسهله جدا ومرتاحه جدا. طبعا دي مش اول عمليه مع دكتور طارق. النهارده انا فكيت اللزقات اللي على الانف ودي النتيجه، وطبعا ده تورم ومع المساج هيروح خالص. ومعايا دكتور طارق استشاري جراحات التجميل، طبعا الدكتور القمر البشوش اللي دايما بحب اتفرج على الفيديوز بتاعته. انتوا سالتوني على العمليات لما كنت بنزل ستوري. دكتور طارق عملها لي، كنت خايفه جدا بس طلعت سهله قوي. وانا دلوقتي اهو طبيعيه بعد اسبوعين، وكنت افضل بعد اسبوع بكتير. والنتيجه طبعا كان عندي عظمه. دكتور طارق بقى ظبط الدنيا. ليه اخترت ان انا اعمل بقى الفيزر مع دكتور طارق؟ اولا دكتور طارق عنده ماشين الفيزر الجي بلازما، يعني وهو بيشفط عن طريق طبعا فتحات صغيره جدا، مفيش سكار، حاجه عامله زي اثار حبايه، قرصه ناموسه. بيفتح 4 فتحات بسيطه جدا ويشفط الدهون، يحدد البطن وياخد الدهون يحقنها في المنطقه اللي انت حاسه ان هي مثلا عايزه تترفع شويه، في خفستين. الصراحه بجد والله مش بقول كده عشان دعايه، فعلا دي 3 عمليه مع دكتور طارق. انا عامله مناخيري واكيد شفتوا الفيديوهات شايفين، وعاملاها من 3 شهور. يعني كان المفروض بقى لو دكتور فيه مشاكل او التخدير عنده مش مناسب او كده يقول لك استني 6 شهور، استني سنه. لا ده طمني جدا. وفعلا وفي تكنيك عنده جديد في التخدير، حاجه اسمها بلوك، ممكن تعملوا سيرش، اللي هو حقن الاعصاب. يعني ما تبقيش حاسه ان انت معمول لك حاجه في المنطقه،